السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك للجميع. واش كنتي عارف بلي الصراع على الكرسي هو اللي ضيع المغرب أعظم إمبراطورية ذهبية في التاريخ ديالو؟ مرحبا بكم في سيري جديد على تاريخ المغرب. ففي الوقت اللي كان فيه المغرب قوة عالمية تيخاف منها الكل شيء، غادي تجي الوفاة ديال السلطان أحمد المنصور الذهبي سنة 1603، غادي تعلن على بداية النهاية ديال الدولة السعدية. المنصور خلى من وراه واحد الثروة خيالية، واحد القوة عسكرية اللي كتخلع المنافسين، ولكن خلى من وراه ثلاثة ديال الولاد اللي كيتسابقوا على الحكم. خلى زيدان، المأمون وأبو فارس. مباشرة بعد الجنازة المغرب غادي تقسم لنصفين، مراكش وفاس، وبدات أطول وأعنف حرب أهلية في تاريخ المغرب اللي غتدوم 10 سنين. الفوضى وصلت لدرجة أن المأمون السعدي غادي يدير أكبر خيانة في ذاك الوقت، ملي مشى طلب المساعدة من ملك إسبانيا، وفي المقابل أعطاه مدينة العرائش. هذا الحدث بالضبط غادي يصدم المغاربة وخاصة علماء الدين، وغادي يخلي الهبة ديال السعديين تطيح في الأرض. الناس مابقاش كتشوف فيهم سلاطين بل أمراء حرب. زيد عليه مصائب بحال المجاعة الحادة والطاعون الفتاك اللي دا بزاف ديال الأرواح وخلى المدن خاوية على عروشها. الطرق التجارية اللي كانت كتجيب الذهب من تومبوكتو تقطعات، والنفوذ المغربي في أفريقيا بدا كينقص شوية بشوية حتى اختفى. الدولة السعدية اللي بنات قصر البديع بالذهب والرخام ولات عاجزة حتى توكل الشعب ديالها. وهنا غادي يبانوا بعض المجاهدين بحال المجاهد العياشي اللي كان باغي ينقذ ما يمكن إنقاذه. حتى غادي يبانوا الشرفاء العلويين في التافهيلات اللي غادي يبداو رحلة توحيد المغرب من جديد. القصة ديال السعديين كتعلمنا بلي العدو الداخلي أخطر بكثير من العدو الخارجي، ولكن العلويين غادي يقدروا أنهم يوحدوا المغرب، وهذا الشيء غادي نهضروا عليه في القادم إن شاء الله. ولكن إلا وصلت لهنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.